تعرف ان البلد ديت هتفضل بخير لما تشوف فيها نماذج زي الشاب اللي قدامك الشاب اسمه خالد، سواق تاكسي جدع من السويس، بقاله 3 شهور في نهاية كل شهر بيشيل مبلغ كده على جنب من الفلوس اللي بيكسبها، وينزل يشتري بيهم 100 كيلو من انواع الخضار الاساسية، بطاطس، خيار، طماطم، فلفل، بصل، ويقعد يسهر يوم الخميس يقسمها على اكياس وينزل يوزعها يوم الجمعة على الاسر المحتاجة ببلاش. لا، الكيلو بجنيه واحد بس. طب ازاي يعني؟ مقابل رمزي مش اكتر. الفكرة ان خالد مش عايز يحسس غيره ان هو بيديهم حاجة ببلاش، فقرر ان المقابل يكون رمزي مش اكتر، اللي هو لا احنا هنشيل بعض. فخالد كان بيقول في حوار كده ليه مع تامر نادر ان سعادة الفلوس ديت بتقصر معايا، بس بحسبها اختبار من ربنا، وبعدها بلاقي ان الدنيا فرجت وحد تاني كده ظهر كمل معايا نفس الكمية. فيا بخت اللي بيوسعها على غيره. ومتهيألي ان الجملة ديت زادت كتير جدا الفترة اللي فاتت ديت وفي الايام اللي احنا فيها، فاللي بيوسعها على غيره ربنا بيوسعها عليه من نواحي ما كانتش في باله اصلا. فاللي بيعمله خالد شيء يستحق الاشاده بيه. شجعوا الناس الحلوه اللي زي كده وسمعوهم كلمه حلوه، ولو تسيب له تعليقات ممكن وارد انه يشوف الفيديو ده في يوم من الايام. اللي فيه منكم استمع فيلم اكس لارج. احمد حلمي كان عايز يتجوز دنيا سمير غانم وهو عمل معاها كل حاجه حلوه، وفي الاخر سابت علشان كان عنده عيب ان هو تخين، مع ان هو ما سابهاش لما كانت عنده عيوب كتير جدا، من ضمنها ان هي عصبيه واستغلاليه وبتاعه طلبات كتير. فعلا هي ثابته عشان العيب وهو كان بيمر في اصعب ظروف حياته وكان محتاج جدا في التوقيت ده. بس الحلو ان لما بعد عنها عرف ينزل من وزنه ويصلح العيب وقدر يثبت انه بيها او من غيرها يقدر ينجح وينزل من وزنه. ولو تبص لاخر الفيلم هتلاقيه بيقول لها مش فاكرك، عارفيني بنفسك، انت مين؟ وما اتجوزهاش برضه في الاخر علشان ما وقفتش جنبه وسابته وما استحملتوش، رغم ان هو استحملها وحبها. الفكره اللي انا عايز اقوله من كل ان اللي ما وقفش جنبك في فتره احتياجك، سواء كان صاحبك او حبيبتك، ده ما ينفعش ان يتقال عليه بيحبك او يستاهلك اصلا. فالحاجه اما بتيجي متاخر يبقى ملهاش اي لازمه. اعرف قيمه اللي في ايدك قبل ما يضيع منك، وما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. شوف، انت لو بتحب الانسان نفسه هتستحمل، لو بتحب حالة الحب مش هتقدر تستحمل، لانك عايز حالة معينة بشكل معين. لو بتحب الانسان نفسه هتضحي، لو بتحب حالة الحب مش هتضحي، لان هيكون المهم عندك انك تستمتع. لو بتحب الانسان هتديه حرية علشان يكبر ويبقى اقوى وينطلق ويعيش. لو بتحب حالة الحب هتقضي عليه، هتستخدمه كما لو كان كوباية شاي تشربها وتنبسط بيها وتخلصها وتستهلكها لصالحك، وكأنك حولت الانسان لشيء تستخدمه. فلو بتحب الانسان هتبذل مجهود علشان تفهمه. لو بتحب حالة الحب مش هتعمل كده ولا هتكون مستعد اصلا انك تفهم. فلو بتحب الانسان هتديله. لو بتحب حالة الحب هتاخد بس. لو بتحب الانسان هتفكر في مصلحته اولا. لو بتحب حالة الحب هتفكر في مصلحتك انت بس. لو بتحب الانسان هتبقوا انتوا الاتنين بتكبروا وتنموا. لو بتحب حالة الحب هتفضلوا محلك سر. فدلوقتي قرر، بتحب ولا انت عايز تعيش حالة حب؟ متنساش تشترك في القناة. بقول لك ايه، المبالغه في المحبه بتخنق، والمبالغه في التعبير عن المشاعر بتحاصر، والمبالغه في سعاد غيرك بتحسس ان في شيء غريب وانك عايز منه حاجه، والمبالغه في الشغل بدون وضع صحتك في الحسبان ديت خساره انت بتدفع ثمنها مره واحده وبدون اي مقدمات، والمبالغه في الخصام والبعد بتخلق مسافه كده مش بيعوضها اي قرب بعدين. فالمبالغه بتخسر. الاديب فيكتور هوجو قال لك ايه، احذر من المبالغه، فان الثقه الزايده بتصبح غرور، والمديح الزايد بيصبح نفاق، والتفاؤل الزايد بيصبح سذاجه. فخلي بالك جدا من المبالغه من ناحيه اي حاجه انت بتكون موجود فيها او اي حاجه انت بتعبر عنها. فخلي بالك جدا من المبالغه، ما تبالغش اكتر من اللازم. وما تنساش بقى انك تشترك في القناه. جنب اسمي في مربع كده باللون الاحمر، المس المربع وخلاص. بقول لك ايه، كل ما تمشي اكتر في رحله الوعي هتحس بمشاعر جديده عمرك ما حسيتها قبل كده. في اخر سنه في حياتي بس ممكن اكون عشت مشاعر عميقه ومتنوعه اكتر من اللي اختبرتها في حياتي كلها. فخلونا بس في الاول نتفق ان المشاعر هي اغلى عمله في الحياه وكلنا بندور عليها. ولو نفسك تحقق اي حاجه فانت في الحقيقه نفسك تحس بمشاعر معينه من خلال تحقيقها. يعني عايز تسافر، عايز ترتبط، عايز تجيب عربيه جديده، لبس جديد، تاكل اكله حلوه. في النهايه انت بتدور على مشاعر معينه هي اللي بتدي معنى وقيمه لتجاربك. والمشاعر الموجودة اللي ممكن تتحس في الحياة أكبر وأكتر بكثير من أي حاجة عقلك ممكن يتصورها. لكن بسبب محدودية التجارب والتفكير في ناس كتير جدا ممكن تقضي حياتها كلها في 3 أو 4 مشاعر ما تخرجش عنهم وما تعرفش أساسا إن في حاجة تانية موجودة. وده لأن المشاعر صعبة تتوصف لحد ما جربهاش، بس ممكن تشاور عليها أو تجربها، بس مش هتعرف تعيشها غير لو أنت فعلا مريت بيها وحسيتها جوا جسمك بشكل حقيقي. فروحك أساسا جاية هنا في العالم اللي كل حاجة فيه بتتغير، ده لأن روحك حب
حابه التغيير، حابه ان هي تتوسع وتتذوق مشاعر وتجارب والوان كتيره وجديده. لكن المشكله ان الايجو بتاعك علشان دوره يحافظ على بقائك بيخاف من اي تجارب ومشاعر جديده، وبيحاول بس يخليك في نفس الدايره اللي انت فيها. يعني يقول لك بص هتجرب ليه جديد؟ يعني نفس النمط ونفس الوظيفه ونفس الاماكن ونفس الافكار، وده مطلوب بالنسبه علشان تحس بالاستقرار. بس لو ما اتعلمتش يا صديقي انك تروض الايجو بتاعك وتتحرر من قبضته وسبته يسيطر على حياتك، هتعيش حياه محدوده مليانه خوف وتعب، وهتفضل تتجنب اي حاجه جديده ومجهوله لان هي بالنسبه ليك مؤلمه ومخيفه، مع انها ممكن تكون الجنه اللي انت بتدور عليها. فببساطه اتعلم انك تفتح قلبك للمجهول والتجارب والمشاعر الجديده، وتعلم انك تروض عقلك وتتحرر من خوفك. فما تنساش انك تتابعني علشان تسمع حاجات كتير جدا عن التوعيه والامان النفسي والموده النفسيه وازاي تتحرر من الخوف اللي عندك. فما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. بقول لك ايه، انسان خايب ومسكين حقيقي اللي يفتكر ان كسره نفسه او خاطر غيره هيمر جهجهوني كده وخلاص. فاذيه الناس جايز انها تبقى سهله بالنسبه لحساباتك واكيد مؤلمه بالنسبه للي انت هتضرهم، بس في نفس الوقت خليك مستعد انك تشيل الشيله كلها على بعضيها. فان شخص قلبه يتوجع ونفسيته تتدمر على عتبه بابك وبسببك وبعديها يشتكيك لربنا، دي فكره مرعبه لاي حد عنده دم، لان هي ببساطه بتنقل حسابك من البشر لرب البشر. ساعتها الحج بيرجع مرتين، لان ربنا ما بينساش حاجه ولا بينضحك عليه. فربنا يبعدنا عن اذيه الناس ويبعد اذيتهم عننا، ولا يشغلنا بموز ولا يشغلنا باذيه حد. بقول لك ايه، في نهايه كل يوم ومهما كانت كميه الضغوطات اللي انت مريت بيها وشفتها خلال اليوم، يا ريت تبص بص على النعم اللي كانت خلاله برضه. فنعمه ان الصحه بتاعتك تمام، وانك مستور، وان اللي انت بتحبهم بخير، وان عندك على الاقل شخص واحد انت اولويه عنده، وانك لسه قادر تضحك وتحلم وتتجاوز كل الصعوبات. انت لسه عينك قادره تشوف الحلو اللي حواليك، ولسانك قادر يشكر ربنا على ملايين النعم اللي محوطاك. فعمرها ما كانت ولا هتكون ضلمه في المطلق، بس ساعات وبسبب جسر نظرنا بيضايقنا الرخيص البعيد الصغير، واحنا في ايدينا القريب الكتير الغالي. فالف حمد وشكر ليك يا رب، رغم اننا اوقات ما بنستحقش كرمك ده كله، وساعات مش بنشوفه، بس الحمد لله والشكر ليك. فتعود دايما ان لسان حالك يكون دايما تشكر ربنا على كل شيء حواليك. وانا قاعد مع نفسي شويه افتكرت ايام زمان، ايام ما كنت طفل، وافتكرت الحاجات اللي كانت بتبسطني وقتها، بس بشكل او باخر لقيتها كلها هبله بمعايير الزمن بتاع دلوقتي. يعني كنا رايقين وبنتلكك علشان نفرح، من وقت للتاني الواحد كان بيحن الايام المعيله ديت، وقت ما كانت الدماغ فاضيه ولا مشغوله بمستقبل ولا فيها هم متشال ولا اي حسابات من اي نوع. ايام ما كانت اهم اسئلتك اللي محتاجه حسم هي هناكل ايه، هنلعب امتى، هنخرج فين. حتى اشرار زمان كان شرهم على جدهم ما بيزيدش عن ان هم يخطفوا السندوتش منك او يطنشوك في خروجه او يخبوا حاجه من الحاجات بتاعتك. فانت كل ما بتكبر اكتر كل ما طعم الحاجات ديت بيمسخ وبركتها بتقل. فالايام بتاع زمان ديت كانت حلوه جدا وشكلتنا، واحنا حاليا عايشين بشويه المتعه اللي شفناهم فيها وبشويه الحنين اللي احنا عايشين بيهم لحد دلوقتي منها. فانا عايزك تكتب لي دلوقتي في التعليقات ايه اكتر حاجه انت مفتقدها من الايام الطفوله بتاعتك، وما تنساش تشترك في القناه. بقول لك ايه، كل واحد بيتعامل باصله وبالشكل اللي بيحاول يرضي ربنا من خلاله بقدر الامكان، علشان كده ما تبطلش انك تعمل خير حتى لو محدش قدره، ولا تبطل تحب وتقفل قلبك للابد لمجرد ان اختياراتك في مره من المرات كانت غلط. فالعيب مش في الحلو اللي طلع منك لكن في التوجيه، مش مطلوب منك غير اعاده توجيه، يعني ده يروح لمين وامتى. ففي واحد اسمه غسان كنفاني كان قال لك ايه، الاشجار تتغير اوراقها لا جذورها، اللي يتغير في اللي جاي هو طريقتك مش شخصيتك. فالدنيا باب متوارب بيتقفل في وش اللي ما طلعش قد شرف الجرب، ويتفتح للي اشترى قربنا مليون الف مره بالمواقف. بقول لك ايه، مع كل تعامل مع شخص جديد او قديم انت بتعرف قيمه تربيتك وبتختبرها بمعايير محايده، وبتفهم ان الكنز الحقيقي اللي سابوه لك اهلك هي تربيتك الصح اللي بتشوفك الناس الصح. فقله الربايه طلعت علينا اشكال ما يعلم بها الا ربنا، بتضر غيرها قبل ما يضر نفسها. اشكال بتتنفس قله اصل وخيانه، الكلمه والعهد عندهم زي شربة الميه. اشكال مش بتعرف قيمه ولا وزن ولا نعمه ولاد الاصول اللي في حياتهم. اشكال مشاعرها مخوخه، وحتى ولو ظهرت العكس وما تعرفش ربنا حتى ولو ما فيش على لسانها غير سيرته. اشكال مش بتعرف تميز الايد اللي بتتمدلها علشان تلحقها والايد اللي غرجتها، بين العين اللي بتتمنى لها الرضا ترضى وبين اللي عايز نعمتها تزول، بين اللي شاريهم بكنوز الدنيا وبين اللي بايعهم ببلاش. فمن الاخر رب عيالكم يا جماعه قبل ما تسيبوهم على اولاد الناس وتخلوهم يلطوا في سكتهم ناس تانية مالهمش اي ذنب غير بس ان هم متربيين صح.
بقول لك ايه، اغلى مساعده ممكن يقدمها صاحب لصاحبه هو انه يسنده في وقتين: وقت يساعد فيه ان هو يتعود على حاجه قهريه ويتعايش معاها، وده زي مثلا فقدان شخص عزيز او الحوادث او الغربه، او وقت يساعد فيه ان هو يتغلب على نفسه وعلى افكاره اللي ممكن تضيعه، وده اصعب بالمناسبه. فصدقوني مفيش اصعب من انك تتحمل صاحبك وهو في اسوأ حالاته، تتحمله بمشاكله وبهمومه وباحباطاته. علشان كده الصاحب ليه عند صاحبه السنده والتشجيع، وان هو يقول له دايما ان انت لسه بخير وانا جنبك وما تقلقش.